ريحة العيد الحقيقي بتبدأ من طاسة اللحمة وهي بتتشوح. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم. معانا حوالي كيلو من اللحمة وبنحطها وبنشوحها على شوية زيت في طاسة او في حلة. انا حبيت النهاردة ان انا اعملها لكم في حلة، ومعاها ورق لورا، وابدأ ان انا اشوح زي ما انتم ما شايفين كده، وابدأ احط عليهم جزرايه وبصلايه متقطعه، وابدأ اديها تقليبة وتشويحة زي ما انتم ما شايفين. عايزة اقول لكم الفيديو ده هو عبارة عن تتبيلة بسيطة وحاجة كده تفتح النفس يا جماعة. معانا ورق لورا، ومعانا هنا رشة من الفلفل الاسمر، ونبدأ ان احنا نقلبهم برضو مع بعض. عايزة بقى تعمليها في الفرن، عايزة تشوحيها، عايزة تسلقيها، عايزة تحمريها، سرها بيبقى في التسوية والتتبيلة الصح. زي ما انتم شايفين كده بديها بس غلوة بسيطة مع نفسها وانا بشوح، وابدأ ان انا اقلبها زي ما انتم شايفين. دي وصفة سهلة تخلي اللحمة طرية وتدوب من جمالها زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله اهي. طيب تمام كده بقى. انا بعد الخطوة الجاية ان انا ببدأ ان انا احط مية مغلية، لان انا الطريقة دي بتاعة السليق بتاعتي، انا بعملها سليق وبعد كده بشوحها. هوريكم بعد كده في الفيديو. بحط المية دي عشان استفيد بيها بشوربة يا جماعة، مية تكون سخنة جدا مغلية اهي زي ما انتم شايفين. اقلبها واسيبها ان هي تاخد الغلوة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، واغطيها كويس جدا. وبعد ما تطلع معايا بقى من بعد الشوربة بتاعتها القمر دي زي ما انتم شايفين اهي، ما شاء الله، بيكون عندي شوية زيت مع حتة سمنة بلدي، وابدأ انزل قطعة قطعة منها، وابدأ ان انا احمرها. على فكرة بتبقى طعمها تحفة قوي يا جماعة زي ما انتم شايفين. عايزة اقولك ان الطريقة دي تنفع معاكي في عزومات، ممكن تقدميها كده، ممكن تقدميها في صينية مشويات زي ما هوريكم دلوقتي. وابدأ ان انا اديها اللون من الجنب برشة ملح ورشة فلفل برضو اسمر، وابدأ اديها مثلا حوالي دقيقة، دقيقتين او دقيقة ونص على كل جنب. وبعد ما كل جنب ياخد لون انا ببدأ في التقليب بتاعها زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله تبارك الله اهو، هي بتبتدي لسه معايا بتاخد لون. طبعا كل سنه وانتم طيبين زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، عيد اضحى مبارك عليكم يا رب، وكل اللي بيتمنى حاجه تتحقق باذن الله. وطبعا يوم وقفه عرفات ما تنسوناش في الدعوه، وكلنا ندعي لبعض يا جماعه باي حد محتاج حاجه بيتمناها يا رب تتحقق له. وكل اللي يشوف الفيديو ده يكتب لي هو بيتابعني منين، لان ده حاجه مهمه جدا، وكل اللي محتاج وصفه يقول لي عليها. بعد ما اتحمرت معانا بقت بالشكل الخطير ده يا جماعه، لوحه فنيه لوحه فنيه. طيب انا عايزه اديها ريحه المشاوي، عندي فحم مولعه، بحط عليها نقطه زيت وابدا ان انا اغطيها 10 ثواني زي ما انتم شايفين اهو. حتى لونها بصوا ما شاء الله اتغير ازاي. عايزه اقول لكم الطعم حكايه بجد، طعم تحفه. زي ما قلت لك هتقدري تقدميها كده او على فته او في صينيه مشاوي زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله، يعني كلنا نقول ما شاء الله بجد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ربنا يزيد ويبارك يا رب. واي واحده صفرة يا ريت ما تخشش الفيديو، اي واحده يعني ما شاء الله ما تتمناش لينا الخير، صفرة وعينيها مدوره ما تخشش الفيديو زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، وكل سنه وانتم طيبين.